يا مساء الفل، يا مساء الأفراح والمناسبات الجميلة، يا مساء النجاح والتفوق لجميع التلاميذ ولجميع الطلبة. ويشكم إن شاء الله تكونوا بخير يا قطع السكر. مرحبا بكم على قناتنا لهام ستايل. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى حبيبنا المصطفى. كما شفتوا من عنوان الفيديو راح نشارككم اليوم حفل تخرج تاع بنت خالتي. حبيتكم تهزوا أفكار كيف العادة، ديما أنا عم بالي بكم تحبوا الأفكار تاع المناسبات اللي كيما هكا. هذاك عليه حبيت نشارككم هذا الفيديو. وفي اخر الفيديو جبت لكم حاجه ملاحه ليكم. نبدو هنا اول حاجه البنات راح نوري لكم لا طابل اللي دارت فيها لي غاتو والجو ولي صالي ولا تارت وكامل، يعني كيفاش دارت الديكور. وهذه البنات لا طابل تاع الجوري كما راكم تشوفوا باه تهزوا ايدي. كانت خدمت لي بواط تاع الكاطو بالفوركس كما شفتوا، حتى لي بواط لي بلاطو اللي حاطط فيه بالكاطو فوق لا طابل تاعها. وهذه كانت لا طابل تاعها هي والزميله تاعها كما راكم تشوفوا هنا في الديكور. خليكم تشوفوا شويه من العرض. Cependant, l'usage excessif et non contrôlé de ces antibiotiques a attribué au développement d'un problème majeur de santé publique. Enrichissement, on pesait 10 grammes de blanc de poulet dans un morceau d'aluminium, affectivement. Puis, donc, devant le jury composé par et vos zones d'annonce de censure, les gens sont très bien. Félicitations des gens. والعقوبة لكل واحدة فيكم يا رب تعيش هذا اليوم وتعيش هذه الفرحة، لأنها صح فرحة هبل كما شفتوا. جربتها العام اللي فات وشاركتكم الأجواء. وألف مبروك على بنت خالتي اللي رفعت لنا راسها، واللي بروف يعني كانوا يشكروا فيهم ما شاء الله، يشكروا فيهم ما شاء الله. واش نقول لكم، العقوبة للدكتوراه يا رب العالمين، لأنك تستاهلي أمونتي. العقوبة كيف كيف لتلاميذ البكالوريا، النجاح يا رب العالمين وتعيشوا هذه الأجواء. وحبيت نشارك معكم هذا الفيديو البنات باه تهزوا افكار للنجاحات وللتخرج، خاصه الان موسم التخرج موسم النجاحات، يعني مش لازم غير التخرج، تهزوا فكره على تزيين طاوله تاع التخرج وكامل كما راكم تشوفون. ان شاء الله يكون عجبكم. درك البنات روحوا معايا، راح نوري لكم، راح نعرفكم على واحد لي برودوي. هذوم لي برودوي ديجا انا من قبل مستعملتهم اذا شفتوا، وتعرفوني انا ما نحط لكم حاجه غير ما نكون مجربتها، وهذا مجربتهم عندي عامين. زيدكم بروتين خفيف تاع ما قبل النوم. كيف العادة البنات يحبوا يلبسوا بيجامة خفيفة وتكون باردة هكا، خاصة في هذا الجو، وعليها هكا تكون بارفان فريش ومنعشة. ومعاهم كيف العادة تعرفوا نحن البنات مع الكريم تاعنا والمرطبات ما تفضلش. خلاص جيتكم اليوم البنات الروتين تاعي واش ندير قبل ما نرقد. شوفوا معايا، انا ديجا استعملت معكم من قبل لا غام تاع ارفيا وحنزيد نحطها لكم. على بالكم قبل ما نرقدوا لازم ننظفوا بيان لابو تاعنا قبل ما نديروا لها الكريم ايدغاتونط. وانا هنا نستعمل جل نيتوايون تاع ارفيا، ديجا حكيت لكم من قبل عندي عامين وانا نحكي لكم عليها قبل، جربتها وحطيت لكم ريزلتا تاعي وكانت عجبتني. خلاص لا غام تاعها كلش. نبداها بالجل نيتوايون كان مليح
مليح خلاص لابو. بالنسبه لبنات الكريم ادغاتونت تاع اليدين، هذه لا كريم ادغاتونت واش مخدومه بالوفيرا وبالزيت تاع الارغان وبزبده الشيا، ياسر هايله. جربت ديجا كريم المعجزه تاعها وجربت هذه قراف مليحه وترطب وتمصها لابو وتعطي يعني ترطيب مليح خلاص لليدين. اما السيك تاع ارفيا ديجا جربته من قبل وحكيت لكم عليه، قلت لكم بلي راهو هايل تاع الصح، يعني من اروع الحوايج اللي تقدروا تستخدموها يعني لازاله العرق. حاشاكم هايل، الريحه تاعو ياسر بنينه ومنعشه، وزيد البنات 3 جور به تعاودوا ديروه يعني مليح خلاص. هذا السيك تاع ارفيا ياسر مليح ويعجبني، انا جربته ديجا عندي عامين. نروحوا دركا البنات الكريم ادغاتونت حاشاكم تاع القدمين، كيف جربتها ديجا معكم من قبل وزدت هاني به نستعملها بالكم يعني قبل العرس وهكا وحده كي تكون به تعرس يعني تستعمل ياسر الحوايج هذوما تاع الترطيب. وانا خيرت يعني لاغام تاع ارفيا باسكو ديجا خدمت بها من قبل. تقدروا حتى تدوا لي كريم ادغاتون تاعها معاكم حتى في الجهاز تاعكم. وشوفوا البنات جبت لكم لاباج تاع واحده تبيع فيهم يعني واحده مضمونه، نطقيها لكم هنا حبيبتي، هذه لاباج تاعها تواصلوا معاها. شوفوا معايا دركا البنات حاجه تهمكم خلاص. البنات اللي حابين يخدموا سمعوني مليح، بالنسبه للارفيا تقدروا تشروا هكا قام قداش من لقطه من عندهم لي برودوي ببري طايح خلاص، كونتيتي هكا صغيرونه، تقدروا نتوما تعاودوا تبيعوها، راح تبيعها لكم ببري طايح خلاص. طاقي لكم هنا اللين تاع الواتساب تاع المجموعه تاع الواتساب، فيها طفله تقدر تفهمكم كيفاش راح تقدروا تخدموا مع الجروب تاع ارفيا هذا. وشوفوا او مجربه عندي فامي تاعي خدموا فيه، يعني مانيش مجايبه لكم حاجه ما هيش يعني كيما نقولوا نحنا حاجه مش مضمونه، ولا تعرفوني ديما نحط لكم حاجه مضمونه باسكو ديجا حاجه مجربه. هذه حنطاقي لكم هنا البنات اللين تاع الواتساب تاعها، تواصلوا معاها وهي راح تفهمكم في كلش. يعني نتوما تشروا لاغام هذه بكونتيتي معينة وهي البنات راح توريكم تفهمكم كيفاش راح تقدروا تبيعوها وكيف راح تستفيدوا منها خلاص، لانه راح تبيعها لكم ببري طايح خلاص على البري اللي تشروه نتوما يعني. والا مثلا بنات هكا يتلموا هكا دي جروب مع بعضهم ويشروا يلموا هكا دراهم ويشروا ببري طايح كيما قلت لكم. شوفوا على ضمانتي تعرفوني جامي حاطيت لكم حاجه هكاك ولا حاجه مش خايبه. ديجا قبل كي بعثت لي شركه تاع ارفيا لي برودوي تاعها حطيت لكم وقلت لكم نجربها شهر به نرد لكم، او جربتها شهر ورديت لكم وحكيت لكم على الحوايج اللي عجبتني برك. ويعني صراحه انا البرودوي تاعها جربتهم والحمد لله عجبوني. نطاقي لكم كيما قلت لكم هنا اليوم، واي حاجه سقسوها هي ادخلوا الجروب تاع الواتساب وتفهمكم في الخدمه هذه كيفاه، وخدمه مضمونه حبيبات. يعني اي واحده تحب تخدم ولا تحب بروجي زايد تتواصل معاها. نخلي لكم الروابط كامل في صندوق الوصف، الرابط تاع المجموعه في الواتساب اللي تحب تتواصل معها واللي تحب تشري من عندها هذم لي برودوي يعني كيما حبيتوا البنات. نخلي لكم الروابط كامل في صندوق الوصف، حتى الرابط تاع الانستغرام تاعي. ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، فيديو خفيف حبيت نطلع عليكم بحاجه، وان شاء الله نرجع لكم نشارككم حوايج اخرى باذن الله طلبتوها مني. نحبكم ونموت عليكم في امان الله.